السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله في هذه الحلقة هنكمل ما بدأناه في الحلقات السابقة من شرح للناسخ والمنسوخ في الكتاب المقدس، ونبدأ ونتكلم على حكم من الأحكام التي تعرضت للنسخ، وهو حكم تقديس يوم السبت. في الحقيقة إن اليهود قدست يوم السبت وما كانتش بتعمل فيه أي عمل، لأنه كان أمر إلهي أن يقدس الجميع يوم السبت، واللي ما كانش بيقدس هذا اليوم كان بيرجم. لكن نجد أن يسوع نسخ حكم تقديس يوم السبت وألغاه. تعالوا كده نشوف هذا الكلام بالنصوص في الكتاب المقدس في تكوين 2:3. يقول النص: وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. تعالى الله عما يصفون. يقول النص أن الله لما عمل كل شيء استراح يوم السبت، فعلشان كده يجب أن يقدس الناس يوم السبت. يبقى هذا النص يقول أن تقديس يوم السبت واجب. خروج 20:8: اذكر يوم السبت لتقدسه. اذكر يوم السبت لتقدسه. 6 أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. يبقى الموضوع واضح جدا في هذا النص: اذكر يوم السبت لتقدسه. يبقى تقديس ليوم السبت. في خروج 34:21: 6 أيام تعمل وأما اليوم السابع فتستريح، فيه في الفلاحة وفي الحصاد تستريح. يبقى تنويه للراحة يوم السبت ومنع العمل في هذا اليوم. تثنية 5:12: يقول النص صراحة: احفظ يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك. إرميا 17:22: يقول النص: ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت ولا تعملوا شغلا ما، بل قدسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم. يعني ما تخرجوش أي أوزان أو أحمال من بيوتكم ولا تعملوا أي حاجة يوم السبت، لأن هذا اليوم يوم مقدس كما أمر الرب الآباء أيضا. طيب، اللي بقى ما يقدس يوم السبت اللي يحصل له؟ هل يتساب كده؟ لا. يتجلد؟ لا. يقتل. من لم يقدس يوم السبت عقوبته هي القتل. تعالوا نشوف الكلام ده في سفر العدد 15:32. يقول النص: ولما كان بنو إسرائيل في البرية وجدوا رجلا يحتطب حطبا في يوم السبت. في واحد كان يوم السبت شغال ومش همه موضوع كلام الرب ان هم يجب ان يقدسوا هذا اليوم، وكان بيحتطب في هذا اليوم السبت. فقدمه الذين وجدوه يحتطب حطبا الى موسى وهارون وكل الجماعة. اللي شافوه امرهم جايبينه قالوا له: انت بتعمل ايه؟ بتحتطب؟ تعالى هنوديك الى موسى وهارون الانبياء وهنوديك لكل جماعة. فوضعوه في المحرس اللي هو زي السجن يعني، لأنه لم يعلن ماذا يفعل به. فقال الرب لموسى: قتلا يقتل. ما كانوش عارفين هيعملوا فيه ايه، لأن الأمر نزل بتقديس السبت بدون عقوبة. فلما الراجل دوت عمل يوم السبت ما كانش موسى وهارون عارفين هيعملوا ايه، فوضعوه في المحرس حتى أتى أمر الرب. أمر الرب أتى بإيه؟ أتى بأن يقتل هذا الرجل قتلا. إزاي يقتل؟ يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل جماعة إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرب موسى. يبقى الأمر واضح، لابد من تقديس يوم السبت. لكن مع كل الكلام ده يسوع لم يقدس يوم السبت كما أمر الرب، ونسخ هذا الحكم. نسخ حكم يوم السبت كما جاء في يوحنا 5:16:
ولهذا كان اليهود يطردون يسوع ويطلبون أن يقتلوه لأنه عمل هذا في سبت. كان بيشتغل وبيعمل أي شيء في السبت، فما كانش بيقدس السبت، وهذا هو النسخ. شيء كان مقدس وبعد كده مبقاش مقدس، شيء كان منهي عنه ان هو يعمل في هذا اليوم وبعد كده ما بقاش فيه نهي، يبقى هذا هو النسخ. يوحنا 9:16 يقول النص: فقال قوم من الفريسيين هذا الإنسان ليس من الله لأنه لم يحفظ السبت. يبقى كان الأول الناس بتحفظ السبت، يسوع لم يحفظ السبت، شيء كان بيحصل وبعد كده ما حصلش، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه الناسخ والمنسوخ. طيب موضوع تاني من مواضيع الناسخ والمنسوخ اللي هو أمر الله بذبح إبراهيم لابنه. طبعا مش هندخل الآن في موضوع من هو الذبيح، ولكن إن شاء الله في حلقة قادمة هنتكلم على أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام من الكتاب المقدس. طيب موضوع الأمر بالذبح دوت في نسخ أيضا. إزاي؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم إنه يذبح ابنه، وبعدين الله سبحانه وتعالى نسخ هذا الأمر، يعني ألغى هذا الأمر واستبدل هذا الغلام بكبش عوضا عنه. يبقى كان فيه ذبح وبعدين مبقاش فيه ذبح، يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه بكل بساطة الناسخ والمنسوخ. تعالوا كده نشوف هذا الكلام من النصوص. تكوين 22:2: فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحب إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. يبقى المفروض ان إبراهيم عليه السلام كان هيذبح ابنه وحيده. وبعدين في تكوين 22:13: فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذ كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بدلا من ان يذبح إبراهيم ابنه ذبح شيء آخر اللي هو الكبش. يبقى دوت اسمه ايه؟ يبقى ده اسمه الناسخ والمنسوخ. ان شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر من النصوص التي تكلمت على الناسخ والمنسوخ، مع انها كثيرة جدا، ولكن حتى لا نطيل على المستمع نستودعكم الله، نلتقي في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.